هلا الوردي، تقولين بدأ الخلاف بين المسلمين في الساعات الأخيرة من حياة الرسول، هلا شرحتي لنا كيف؟ الخلاف بدأ في الأيام الأخيرة من حياة الرسول لما لازم الفراش. وتقريبا كان الجميع مقتنعين أنه سيعيش لحظاته الأخيرة. وبدأ أول خلاف حقيقة، ويمكن حتى يعني تحديد اليوم، لأنه حادثة هذه اللي صارت موجودة في كتب السنة والشيعة إجماع بين الحزبين على أن الرسول يوم الخميس الذي سبق وفاته طلب أن يكتب وصية، ومنع من ذلك. وكان الصحابة وبعض أفراد العائلة موجودين في الغرفة معه. وتقول مصادر التراث الإسلامي كثر اللغط، لأنه هناك من قال أعطيه كتف ودوات حتى يكتب وصيته، وهو قال بالحرف الواحد: أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. فهناك جزء من الحاضرين قال لا، إنه يهجر. وتقريبا كل المصادر سنية وشيعية تجمع على أن عمر بن الخطاب هو الذي اعترض على كتابة. كان مشاغبا عمر بن الخطاب على ما يبدو. طبعا كان مشاغبا، وليست أول مرة. وفي صلح الحديبية يعني وقع خصام كبير مع الرسول، لأنه قال حتى لم أشك في الإسلام أكثر مما شككت فيه يومئذ على صلح الحديبية. يعني هذا مش كان باش نحلوا باب عمر بن الخطاب يلزمنا 20 حلقة. لكن خلينا نرجع لسؤالك، يعني بالتحديد يعني أنه هو وقع الخلاف ابتدأ والرسول مريض، إلى درجة أنه لما زار مقبرة البقيع ليلة الأربعاء قبل وفاته قال الرسول وهو يخاطب الأموات: هنيئا لكم بما أنتم فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم. يعني هو تنبأ وعرف أن هناك فتن كقطع الليل المظلم تتربص أمته. وتقريبا مات غاضبا، مات مكروبا ومغموما، كما قال هو بنفسه لجبريل لما سأله وهو على فراش المرض: كيف أجدك يا محمد؟ يا جبريل أجدني مكروبا، يا جبريل أجدني مغموما. ولما احتضر كان يتمنى الموت.